السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله احنا هنشرح مع بعض النهارده الصيغة الممتدة والصيغة الرمزية. أولا هناخد الصيغة الرمزية ونشوف طريقة شرحها ازاي. الصيغة الرمزية إن احنا لما يكون عندنا عدد زي كده 2 مثلا زائد 20 زائد 300 زائد 5000 بيساوي كام؟ نيجي نعمل هنا الصيغه الرمزيه بنجمع كل الارقام دي بس بدون ايه؟ بدون اصفار. بدون ايه؟ اصفار. يعني الاثنين تنزل هنا في خانه الحاد مكانها، والاثنين في خانه العشرات، والثلاثه في خانه المئات، والخمسه في خانه الايه؟ الالوف. نيجي نقرا الرقم ده، نقرا الرقم ده ازاي؟ لا 5000. بصي احنا متعودين نعمل ايه؟ نقسم 3 ونسيب الواحد لوحده، يبقى 5322 يبقى 5 ايه؟ 322. طيب تعالوا كده نشوف واحده كمان. يلا مين هيحل معايا؟ انا قلت قبلك كل واحد يحل واحد كمان. يلا هنكتب ايه هنا اول رقم؟ يلا هنكتب ايه هنا؟ يلا يا ملا يا منى. ها اول رقم هيكون 4000. 4. وبعد كده وتاني رقم هيبقى الايه؟ الستة. وبعد كده تالت رقم. ها رقم ايه؟ 8. برافو. واخر رقم هنكتبه ايه؟ 4. تعرف تقرأي لي الرقم؟ يلا 4864. ممتازة. يلا يا لولي حلي. يلا قولي لي اول رقم هنكتبه ايه؟ 5. ها بعدين 20. هنكتب ال20 كلها؟ لا هنكتب ايه؟ 2. بعد كده 300. هنكتب برضو 300؟ لا. طب هنكتب ايه؟ وهنا هنكتب ايه؟ 7. اقري الرقم بقى كده. 7325. وقلنا عشان ما نتلخبطش نقسم 3 ونقول ده في الالوف. تمام؟ يبقى 7325. طب فرضا بقى ان هو اداني الرقم كده 6 زائد 800 زائد 7000. طيب احنا عارفين ان احنا هنا المفروض الستة تنزل. طيب بعد كده ندور على رقم فيه 0 1. طب ما هو مش موجود، نعمل ايه؟ نحط مكانه اس، نحط مكانه 0. يعني الرقم اللي موجود الرقم الثاني ده المفروض يكون ايه؟ في هنا رقم عشرات، في هنا رقم عشرات، لا راح على المئات على طول. يبقى مكان العشرات نحط ايه؟ 8 تنزل وال7 تنزل. تمام؟ يبقى الخانه اللي مش موجوده بنحفظ مكانها بايه؟ بصفر. الخانه اللي موجوده بنحفظ مكانها ده في الصيغه الايه؟ الرمزيه. في الصيغه الايه؟ الرمزيه. نشوف واحده كمان. يلا كل واحده يحل واحده. يلا مين هيحل معايا دي؟ يلا يلا هنكتب هنا ايه؟ ها 6. ها و2. طب هنكتب بعدها ايه؟ ادي هنا بتاعه الصفر. وبعد كده 0. ها باقي هنا ايه؟ خانه ايه اللي ناقصه؟ المئات. يبقى نحط مكانها 0. وبعد كده تمام. يبقى كده 8000 وايه؟ 26. ما جبناش سيره المئات، ما نقولش مئات خالص في الرقم. يبقى 8026 على طول. مفيش مئات. لا مش هننطق مئات خالص، هنقول 8026. مفيش مئات. تمام؟ يلا حل انت يا منى. يلا يا قلبي. ها هنحلها ازاي دي بقى؟ هنكتب ايه؟ هنكتب اول حاجه الاربعه. بعد كده ندور على اللي عنده 0 موجود. طيب ها نبص هنا 0. برافو. مكان ايه؟ مكان الخانه اللي مش موجود اللي هي مين؟ خانه ايه؟ المئات. المئات. بعد كده ننزل ايه؟ اقرا الرقم كده. 5000 وايه؟ 34. برافو. هنقول مئات خالص؟ لا يبقى 5034 لان اصلا مش موجود. تمام؟ مش هنجيب اسمها خالص. طيب ده بالنسبه للصيغه الايه؟ الصيغه الرمزيه. طب الصيغه الممتده بقى يعني اديك الرقم كده هو واحنا بقى نعمل ايه؟ نفك الرقم ده لكل واحد لقيمته العدديه. يعني ال9 قيمتها بكام؟ ب9. وبعد كده من بعد الرقم الثاني نبدا نزود 0. يعني ال6 دي عندها 0. بعد كده ها ال3 عندها ايه؟ بالظبط نفسه بس العكس. نحط ايه؟ 0. وبعد كده ال2 عندها كام 0؟ 3. تمام؟ طيب يلا انت واحده كمان يا لولي. يلا يا منى حلي بقى كده دي لوحدك.
هنحط ايه هنا؟ هنا ماشي ثانية كده 5 برافو. نقدر نحط زائد 5 زائد ها 20 ممتازة زائد 600 ممتازة. زائد 4000 يعني ده كام صفر؟ 3. ممتازة ممتازة. يبقى دي اسمها الصيغة الايه؟ الممتدة. الممتدة بنفك فيها الرقم. الصيغة الممتدة بنعمل فيها ايه؟ بنفك فيها الرقم لكل واحد قيمته العددية. يعني ال5 قيمتها العددية 5 لقيناها في أحاد، ال2 ب20، ال6 600، ال4 ب4 ايه؟ 4000. وهي دي اسمها ايه؟ الصيغة الممتدة والصيغة الرمزية. الصيغة الرمزية بنجمع، الصيغة الرمزية ايه؟ بنجمع. والخانة اللي ما نلاقيهاش نحط مكانها الخانة اللي ما نلاقيهاش نحط مكانها صفر. يعني بندور هنا 6 بعدها 800 بعدها 7000. في خانه ناقصه هي خانه الايه؟ العشرات، لان المفروض يبقى في رقم بعد الستة في رقم فيه 0 1. لا ده احنا دخلنا على المئات اللي فيها صفرين على طول. يبقى مكان العشرات نحط مكانها نحفظها بصفر، نحفظها بصفر، وبعد كده نكمل الايه؟ بقيه الارقام بدون اصفار. في الصيغه الممتده نحط اصفار، في الصيغه الرمزيه ايه؟ نشيل الاصفار. بس